يلا بقى اوريكم كيكه شوكولاته محشيه بالشوكولاته. تمام، شوفوا الحشو عامل ازاي من جوه. دي شوكولاته مطبخ حشيناها بيها. شفتوا مسام الكيكه عامل ازاي؟ انا بس كسرتها. شايفين عامله ازاي؟ شايفين التحفه الفنيه والقمر ده؟ شايفين الحشو اللي في النص ده شوكولاته مطبخ قمر. الكيكه شوكولاته وحشينها شوكولاته. يلا نشوف هنعملها ازاي. اولا معايا بيضتين درجه حراره الغرفه. تمام، هنزل بيهم كده في الخلاط. هنزل بنص كوبايه زيت، كوبايه الا ربع من السكر. تمام، وهنزل بشويه فانيليا كده. تمام، بقى ننزل بالمكونات الجافه. دول كوبايتين دقيق، عليهم معلقتين كبار نشا، عليهم معلقتين كاكاو، عليهم لا لسه هضيف انا كيك شيف 10 جرام كيك شيف. ماشي، حوالي 10 جرام كده. عندي المكونات الجافه اهي. تمام، هنزل بقى بالبيض والزيت والسكر والفانيليا اللي ضربناهم، وهات الخليط بتاعي ده تقليبه كده. دي عندي بقى كوب لبن دافي، ونقلب الخليط بتاعنا. بعد ما جبنا القالب ده ودهناه دقيق، زيت ودقيق، هننزل بيه نص الخليط كده في التقريب، نص الخليط كده. تمام، عشان الهواء. تمام، هنزل بقى بشوكولاته مطبخ مبشوره. تمام كده بقى بنص الخليط الباقي. بتاعتنا كيكه الشوكولاته محشيه شوكولاته، ندخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده ساعه الا تلت. هنعمل صوص شوكولاته اقتصادي. اول حاجه معايا 3 معالق كاكاو، عليهم 6 معالق حليب. تمام، عليهم 3 معالق صغيرين سكر، عليهم معلقه زيت. ده صوص شوكولاته اقتصادي. ونرجع لك. دي الكيكه بتاعتنا بعد ما طلعت تمام من التسويه. هي محشيه من النص شوكولاته، بس انا بقى مش هسقيها صوص